طيب راسك على المخدي جوا قلبي ما في قدي لونه أبيض بتنقطع الكهرباء. أطفال لبنان، بابا شغل لنا شمعة حمراء من عيني على جانب. بابا احضني كتير خايف يا حبيبي، خايف. تعال. عو أنا الجني. 3 أصدقاء حكم عليهم بالإعدام. اسمعا أنتم الثلاثة، لقد حكمنا عليكم بالإعدام. أنت بما تريد أن تعدم، بالسيف أم بالكرسي؟ بالسيف. لا، أفضل الكرسي. اجلس على الكرسي. حسنا. أوه يا لحظك، الكرسي لم يشتغل، إذا عفونا عنك، اذهب. الحمد لله. وأنت هناك ماذا تفضل؟ أنا أيضا أفضل الكرسي. إذا اجلس. أوه يا لحظك، أنت أيضا الكرسي متعطل، اذهب لقد عفونا عنك. وأنت هناك. أفضل السيف. يا غبي، الكرسي. لماذا أفضل الكرسي؟ إنه متعطل. الشعب العربي تقول له ممنوع الدخول يدخل، ممنوع الوقوف يوقف، ممنوع الدخان يدخن، ممنوع التصوير يصور، ممنوع يرمي الزبالة يا رجال برمي الزبالة. ملاحظة، ممنوع تحط لايك وممنوع تحط فولو. السلام عليكم. ملنومة لما تكون نايم ويدخل عليك الغرفة واحد وقبل لا يطلع يغطيك ويبوسك، وقبل لا يطلع يسكر الباب بشويش، ودك تقوم وتبكي شوي وتحب على راسه وبعدين ترجع تنام. هذه المخلوقات غير متواجدة في بيتنا. الموجود عندنا اللي يخلي اللمبة شغالة، اللي يترك الباب مفتوح، ولا يدخلون 2 3 يتضاربون عندك. الوحيد اللي يدخل بشويش هو اللي جاي يسرق الشاحن. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدير مدرسة طرد طالب وقال له لا ترجع إلا معك ولي أمرك. الطالب خرج على الشارع جنب المدرسة وشاف عجوز ماشية لحالها، قالها يا حجة المدير طردني وقال لي لا ترجع إلا معك ولي أمرك، ممكن تيجي معي للمدرسة وأقول إنك أمي؟ الحجة فيها نخوة وفزعة وافقت على طول. راحوا للمدير، قال الطالب للمدير جبت معي أمي. قال له المدير الله لا يوفقك، هذه أمي أنا، وين لقيتها؟ الابن الأكبر المعروف بالديكتاتور يعتبر هذا الكائن المنزل مستعمرة خاضعة لنفوذه المطلق، فهو متسلط وعديم الشفقة، لا يجرؤ أحد على طلب أي شيء منه، كيف لا؟ والأهل يعتبرونه آخر سلالة الملوك التي حكمت بلاد ما بين النهرين. وفي مقابلة خاصة مع أحد هؤلاء الأبناء قال لنا I think أمنحوتب، أعتقد أمنحوتب السادس عشر كلفني بإكمال مهمة الفراعنة في هذا المنزل، لذلك أعمل على قمع واضطهاد الخدم، أقصد إخوتي، اعذرني الآن، حان وقت جباية الضرائب منهم. الابن الأوسط المعروف بالممسحة، آكل الضرب من لغاليغه، مدعوس عليه من قبل كل أفراد عائلته، يخلع كرامته بجانب حذائه قبل الدخول إلى المنزل، بحيث يتبهدل على الطالع والنازل. لا يملك هذا الكائن المستضعف حياة خاصة به، بل هو مجرد خادم عند البقية. وفي مقابلة مع أحد هؤلاء الأبناء قال لنا I think I'm adopted، أعتقد أني متبنى، حاولت مرارا مكالمة المستشفى الذي ولدت فيه في نيودلهي، لكن أحدا لم يرد، لقد طحنوا مشاعري وسحقوا بنكرياسي، يا إلهي إنني أعاني بشدة. الابن الأصغر المعروف بالمخابرات، بحيث تأثر في نشأته بالمحقق كونان إيدوجاوا، فإذا مسك عليك أمرا ما وهددك بفضحك تتحول تلقائيا إلى خادم بين يديه. كما ويستغل هذا الوحش الصغير حب وعشق والديه له كي يجعل حياة بقية إخوته جحيما مطلق. وفي مقابلة مع أحد هؤلاء الأبناء قال لنا In the previous videos، في الفيديوهات السابقة تعرفتم على إخوتي، ولكن الآن معكم الحاكم الحقيقي لهذا المكان، فأنا أملك أسرارهم في ملفات تدينهم بإحكام، كفيلة بأن ترميهم خارج أسوار هذا المنزل.
الأخت المتزوجة الكبرى تجلب قبيلتها كل يوم إلى منزل أهلها ليحولوه إلى غابة إفريقية غير صالحة للسكن، حيث يعتقد أطفالها أن من واجبهم تكسير أي شيء تطاله أيديهم. كما وإذا قلت لابنها: يا خالو أرجوك لا تضع القلم في أنفي، ترد عليك أمه بجملتها الشهيرة: هيا نرحل، أنتم لا تحبون أطفالي أصلا. وفي مقابلة خاصة مع الخال قال لنا: I wonder if my brother-in-law، أتساءل إن كان صهري من سلالة الهنود الحمر، لأن أطفاله لا يتوقفون عن الاحتفال والصراخ، فلو سقط الصاروخ الصيني في غرفة نومي لكان الوضع أكثر هدوءا. يا إلهي إنني أعاني بشدة. الشبشب الطائر أو ما يعرف أيضا بالشحاطة الطائرة، السلاح الفتاك الذي تستخدمه الأم العربية للقضاء على أولادها المزعجين مع استخدام الجملة الشهيرة. تختلف أنواع هذا السلاح، منه من يكون مزودا بجهاز تتبع يستطيع تحديد وجهته إلى رأس الضحية. كان خبير الشباشب الطائرة قد أخبرنا عن التحديثات الجديدة. نعمل على تطوير هذا السلاح لجعله يطير لمسافات أكثر، فكما رأينا في الفيديو تم تطويره ليصل إلى أكثر من 100 متر. فتاة الجليات. في كل عائلة هناك فتاة يا حرام، فهي تجلي كل جليات البيت، يستوطون حيطها، لا أعلم ما السبب، حتى أنهم يأكلون لقمة واحدة في الصحن لمجرد أنهم يريدون زيادة عدد الجليات. معروفة بجملتها: كل يوم اجلي علي، إذا واجهت هذه الفتاة فاجلي معها رأفة بحالها. لماذا هربت من البيت؟ كانوا يجبرونني على جلي كل الجليات، حتى أن أخوي حمودة كان يعبي الصحون بريالته، لهذا هربت. لن أفعل من أجل عائلتي. حصرنا الزومبي. خلاص يا جماعة، أنا حضحي بنفسي عشانكم. طيب عجبتنا الفكرة. إيش ما حد حيوقفني؟ لا والله. يا كنت بس بقولك. يا رايد. نعم. بلبلو شو بديو. مين الزفت اللي سايب الانوار عادي مفتوح؟ ايش ملعب ولا ايش الانوار الكثيرة؟ ما طبعا ما حد يدفع فاتورة الكهرباء. طبيعي. ابوي ما عندي فلوس، كيف ادفع فاتورة الكهرباء؟ اطلع برا بس. وانت يا زفت ليه ما تدخل الايباد في حلقك كمان؟ لا قربوا شوية وتخش مع جوا في الايباد يا عم. ما شاء الله تبارك الله حبيبي، لا يكون صحتك بس يعني. الصراحة ايوه يعني صحتك. انا اسف، لا انا جدا اسف. هو ده اللي انت فالح فيه؟ نوم. خليني اوديك مكان ترتاح وانت نايم فيه، ايش رايك؟ لا ما يحتاج والله ما يحتاج.